لو معاك فايل كاد زي ده وعايز تبدأ ترسم الأعمدة بتاعتك كلها بضغطة زرار فالفيديو ده ليك. اقول لك والله تعالى هنا من قائمة مانج وابدأ افتح لي الداينامو بلاير علشان نشوف ازاي هنقدر نعمل الكلام ده. هتلاقي ظاهر لك الداينامو بلاير وهتلاقي ظاهر لك السكريبت بتاع create rectangular column ده. تمام. انا بقى ازاي ضفت السكريبت ده معايا في الداينامو بلاير؟ هقول لك والله ان انا بدأت اضيف الفولدر اللي فيه السكريبت. فتعالى هنا من اد فولدر واعمل من هنا اد وابدأ ان انت تضيف الفولدر اللي انت حاطط فيه السكريبت. وطبعا انا هسيب لكم السكريبت بحيث ان انتوا تنزلوه وتبدأوا تستخدموه. تمام. اول لما هتعرف الفولدر هتلاقي ان هو ظهر لك بالشكل اللي قدامك ده. فهقول لك والله تعالى من هنا ودوس على السكريبت بحيث ان احنا نبدأ نظبطه علشان نشتغل بيه. هتلاقي في الداينامو بلاير مجموعة كده من الانبوتس هبدأ ان انا اظبطها. وبعد ما هظبطها هرن السكريبت وهتلاقي ان انت كل الاعمدة بتاعتك اترسمت. فلو بصيت من هنا اول حاجة موجودة معايا هتلاقي ان انت موجود معاك البي كولوم والاتش كولوم. طيب ايه دول او انا حاططهم ليه؟ هقولك والله ان انت دلوقتي لو عندك العمود اللي زي ده جيت من هنا وقلت له edit type هتلاقي ان انت في الدايمنشنز عندك بارامتر اسمه البي وبارامتر اسمه الاتش. دول اللي انت هتبدأ تملاهم معاك هنا في البي والاتش. انا ليه بقى حطيتهم لك؟ لان انت من مشروع لمشروع تاني مش شرط ان انت البارامترز دي عندي وعندك هتبقى واحد، فممكن تختلف. فبالتالي انا اديتك الفلكسبيليتي ان انت تعدل في الموضوع ده بكل بساطة وبكل سهولة. طيب تمام. بعد كده هتلاقي موجود معاك البيز ليفل والتوب ليفل، اللي هو العمود ده عندي بادئ منين ومنتهي معايا لحد فين. وكمان هتلاقي ان انا مديلك كولوم فاميلي سامبل. طيب انا ليه مديلك ده؟ لان انا دلوقتي لما باجي مثلا ارسم عمود فالعمود اللي قدامي ده موجود تحت الفاميلي اللي هي ام كونكريت ريكتانجلر كولوم. فبالتالي انا عايز اقول له والله ان انت لما تيجي تكريت لي الاعمده دي تعالى من هنا اعمل لي edit type واعمل لي duplicate بحيث ان انت العمدان اللي تتكريت دي تبقى تابعه للفاميلي اللي اسمها ام concrete rectangular column. فعلشان كده انا حاطط لك سامبل وانا طبعا هنا مختارها. بعد كده بقى خلاص هيبقى لك حاجتين ودول ليهم علاقه بالكاد. ان انا عايز ادخل اللاير اللي عليها الاعمده وان انا كمان عايز ابدا اسلكت الفايل بتاع الكاد اللي هيرسم منه الاعمده. علشان اجيب اول حاجة اللاير بتاعة الاعمدة فهاجي من هنا هدوس على الكاد. بعد كده هقول له تعالى اعمل لي كويري وهختار العمود بتاعي. هتلاقي ان هو ظاهر لك هنا من هنا كده اللاير بتاعي اللي هي الاس كولوم هدوس عليها واخدها كنترول سي. وتعالى من هنا وحطها لي والله كنترول في. هقول له من هنا كنترول سي وتعالى حطها لي من هنا كنترول في وهقول له اوكي. بعد كده هقول له تعالى اعمل لي سيلكت وهختار الفايل بتاع الكاد بتاعي. كده خلاص انا السكريبت بتاعي ده بقى جاهز ان انا ارنه والاقي كل الاعمدة قدامي. فهاجي من هنا بس وهدوس على رن. هو كده خلاص السكريبت بتاعي حمل وهتلاقي ان هو رسم لي كل الاعمدة بتاعي في الاماكن بتاعها بالقطاعات المحددة بتاعها. طيب انا مش مصدقك، تعال نشوف الكلام ده برضو مع بعض في ال 3D. هتلاقي ان انت كل الاعمدة بتاعتك بقت موجودة وهتلاقي ان انت الاعمده دي كمان نازله معايا بالقطاعات بتاعها. وانا لو جيت من هنا قلت له edit type هتلاقيها متكريته عندي تحت ام concrete rectangular column وواخده التايب بتاعها وكمان البارامترز بتاعتي بتاعت البي والاتش هتلاقيها مظبوطه معاك. وبكده خلاص هنكون عرفنا ازاي هحول الاعمده بتاعي من الكاد لريفت.